اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة هكلمكم عن وصفة مهمة جدا وحرفيا مش هتدفعي فيها فلوس كتير. الوصفة دي ممتازة جدا لمنع تساقط الشعر وزيادة تطويل الشعر وكمان انبات الفراغات. حتى كمان لو عندك مشاكل زي الفطريات او زي القشرة فهي هتعالج الموضوع ده. وكمان لو انت بتشتكي من ان في شعر ابيض بدأ يظهر في الشعر بتاعك فهي هتقلل جدا من ظهور الشعر الابيض. وعايزاكي ما تقلقيش تماما، الوصفة دي مش هتنشف الشعر، لا على العكس تماما، هتساعد في ترطيب الشعر وهتساعد انها تقلل من الهيشان والمظهر الغير صحي. ده كمان هتخلي ريحة الشعر جميلة جدا. خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. خليني اقول لكم على حاجة مهمة جدا. لو في الاصل انت بتعاني من مشاكل في تساقط الشعر او شعرك هايش، ده ممكن يكون راجع لسببين. يا اما بيكون عندك مشكلة في فروة الراس وفي البصيلات، او ممكن يكون بسبب عوامل خارجية. وده بيخليكي لو استخدمتي اي علاج موضعي او اي برودكت او اي وصفة الفروة بتاعتك مش بتمتصه، وبالتالي مع الاسف مش هيجيب نتيجة. التساقط هيفضل مستمر وكمان مش هنعرف ننبت شعر جديد. علشان كده قبل ما نبدأ نعمل الوصفة وعلشان تجيب نتيجة فمهم جدا اننا نبدأ نعتني بصحة البصيلات بتاعة الشعر وننظفها من الافرازات او من الخلايا الميتة. وخدوا بالكم الافرازات والخلايا الميتة دي بتمنع وصول الدم والاكسجين للشعر. وعلى فكرة انا هنا مش بقصد ان انت تنظفي شعرك باي شامبو من الشامبوهات التجميلية اللي انت بتستخدميها، لا احنا هنا محتاجين نستخدم شامبو طبي متخصص في الموضوع ده ومتخصص لمشكلة التساقط. جربت الفترة الأخيرة واحد من الشامبوهات الطبية اللي فعلا غير فكرتي عن الشامبو الطبي. وعلى فكرة الشامبو ده بينفع لجميع أنواع الشعر، واطمني تماما لأنه سلفيت اند بارابين فري. الشامبو ده بقى حقق المعادلة الثلاثية. أولا هو مش بس بينظف فروة الراس والبصيلات من الخلايا الميتة ومن الإفرازات اللي اتراكمت من سنين طويلة، لا ده كمان بيمنع التساقط وبيزود نمو الشعر وهيخلي الشعر شكله صحي جدا. هتلاحظي ان الشعرة بتاعتك مع الاستخدام بقت انها تبدأ تكون سميكة، وبالتالي هيقل بشكل كبير جدا التقصف او التكسر. الحاجة الثالثة الممتازة اللي عملها انه عكس اي شامبو طبي هو مش بينشف الشعر تماما، لا ده هو بيسيب الشعر طري جدا ولامع. وفعلا ما احتجتش ان انا استخدم اي بلسم بعد ما استخدمته. الشامبو ده هو فالنزا هير شامبو، وده واحد من اقوى الشامبوهات اللي بتنفع لكل انواع الشعر، لو شعرك جاف وهايش جدا او حتى لو شعرك من انواع الشعر الدهني. اللي عجبني فيه ان هو اول منتج مصري طبي بتقنية الفيتال هير اند سكالب كومبلكس. الفيتال هير اند سكالب كومبلكس هم 4 مكونات مهمة. اولا الهيكسا بيبتايد، وهي مجموعة من الاحماض الامينية المهمة جدا، وخلاصة الشاي الاخضر، ومستخلص من البنجر، وكمان خلاصة قوية جدا من الفواكه. ال4 حاجات دول مع بعض بيعملوا سينرجيزم جديد تماما، وهم انهم بيحفزوا انتاج الكولاجين. النقطة دي مهمة جدا لان هو بيساعد على تجديد الخلايا اللي بتكون في فروة الراس، وبالتالي هيزود من نمو الشعر بشكل سريع وبشكل مستمر. ده غير انه مضاد اكسدة. كمان لما دورت في المكونات بتاعته لقيت ان في مادة الكافيين، وهي من اقوى المواد اللي بتوقف تساقط الشعر واللي بكلمكم عنها في كل فيديوهات الشعر، وده عن طريق انها بتعزز وتقوي من وصول الدورة الدموية لبصيلات الشعر. يبقى احنا كده خدنا فايدتين. اول حاجة ان العناصر الغذائية هتوصل للشعر، تاني حاجة ان احنا هنمنع ونقلل التساقط بشكل ممتاز جدا. كمان في الكيراتين، ودي مادة بروتينية مهمة جدا بتديلك كده المنظر الحيوي للشعر بتاعك، وكمان بتحمي الشعراية من اي عوامل خارجية ممكن تأثر عليها. من المكونات اللي عجبتني في الشامبو ده وهو مكون الاناجين، لانه بيحافظ على كثافة الشعر، يعني الشعراية بتاعتك تكون سميكة وبالتالي ما تتقصفش او ما تتكسرش
بينشفش بسهولة. كمان في مجموعة ممتازة جدا من الزيوت زي الأرجان والجوجوبا والكوكونات أويل. الزيوت مهمة جدا للترطيب وعلشان تدي كده الشعر انسيابية ونعومة. ده غير ان زيت الأرجان وحده من أقوى الزيوت المضادة للأكسدة. طبعا في مكونات كتيرة تاني، في مجموعة غنية من الفيتامينز من البروتينات، ودي اللي بتخلي الشعر ناعم وحيوي ولامع وفعلا مختلف عن أي شامبو طبي. طيب بتستخدميه ازاي؟ هتحطي كمية مناسبة منه، مش عايزة كمية كتيرة لأن هو يعني كمية قليلة هتأدي الغرض جدا، وهتبدأي تدلكي فروة الراس كام دقيقة بس وبعدين خلاص هنشطف الشعر. بالنسبة لسعره تقدري تشتريه من فين، فأنا هسيبلك كل المعلومات في صندوق الوصف. الوصفة هستخدم فيها أول حاجة وهو إكليل الجبل أو الروزماري. الروزماري واحد من أقوى المكونات اللي بيستخدم حاليا على نطاق واسع في علاج تساقط الشعر وفي نمو الشعر. ده مش بس كده، ده انتشر مؤخرا القدرة بتاعته الغير عادية على إنبات الشعر، حتى إنه حاليا بينافس المينوكسيديل، وده لأنه بيحسن من تدفق الدم بشكل ممتاز لفروة الراس. المكون التاني اللي هستخدمه وهو القرنفل. القرنفل مش بس بيعزز من نمو الشعر ويقلل التساقط بتاعه، لا ده ممتاز جدا لو كان عندك أي عدوى أو أي التهابات في فروة الراس. مش بس كده، هيخلي الشعر بتاعك ناعم ولامع وكمان هيخلي ريحته جميلة. المكون الثالث وهو ورق الغار أو ورق اللورا. ورق الغار بيعمل سينرجيزم حلو جدا مع إكليل الجبل أو مع روزماري عند لما يتحدوا مع بعض، وده لأنه كمان بيساعد على منع تساقط الشعر ومقاومة الصلع. ده غير إن هو بياخد الوصفة بتاعتنا لحتة تانية علشان هو بيقلل وبيمنع من قشرة الشعر. أما آخر مكون وهو حبة البركة. حبة البركة بتوقف تساقط الشعر وبتزود نمو الشعر وكمان بتساعد على منع الشيب بشكل ممتاز وبشكل ملحوظ. هنجيب أي طبق يكون عندك في البيت وهتمليه بمية مغلية، وبعدين هتضيفي ليه 2 ملعقة كبيرة من ورق اللورا، وهتضيفي ليه 2 ملعقة كبيرة من إكليل الجبل، و2 ملعقة كبيرة من حبة البركة، و2 ملعقة كبيرة من القرنفل. هنقلب المكونات دي كويس جدا مع بعض وهنغطي الطبق ده ونسيبه يتنقع لمدة ليلة كاملة. بعد ما تعدي الليلة الكاملة هنصفي المية، وبعدين لو عندك أي عبوة أو إزازة سبراي هتفضي المية فيها وتقفليها كويس، وهنستخدمه كسبراي على فروة الشعر 3 مرات في الاسبوع. طيب ومش شرط ان انت تغسلي شعرك بعد ما تحطي السبراي لان هو خفيف جدا فمش هيزيت الشعر او مش هيسبب لك اي ملمس غير مستحب تماما. وبعدين هتستخدمي الشامبو بتاعنا وتقدري تغسلي بيه شعرك 2 مرات في الاسبوع. الوصفه دي ممتازه 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 وهتغنيكي عن اغلى حاجات ممكن تستخدميها لانبات ومنع تساقط الشعر. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم حلقه مفيده. لو عجبتكم الحلقه واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد، وما تنسوش لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه، وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي هقدمها اول باول. وفي النهايه بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي.